بعود مع حضراتكم. وماذا عن العملية التعليمية اللي في الحقيقة ما زالت هناك مناقشات واقتراحات كثيرة ولقاءات وحوار مجتمعي مع وزير التربية والتعليم. تابعنا هذا الحوار وبنعتبره مبادرة، لأن بالفعل لن يتطور التعليم إلا إذا كان هناك سماع لوجهات نظر الآباء والأمهات اللي عايشين التجربة التعليمية على أرض الواقع. هم أكثر ناس قريبين من هذه التجربة وبالفعل بيتم الأخذ برأيهم، ودي مبادرة جميلة جدا. بالإضافة أيضا إلى أفكار جديدة، مقترحات جديدة تتعلق بكل الأمور. العملية التعليمية ليست فقط مناهج ودروس ومدرس يلقن، ولكن هي عملية فيها روح وحياة اجتماعية كاملة، حياة اجتماعية بأنشطة، بهوايات، بعلاقات اجتماعية داخل المدرسة، بتكوين شخصية بكل جوانبها. كل هذه الأمور بنلتقي فيها مع أساتذتي الكرام الأستاذ صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ. صباح الخير. صباح الخير. أهلا بحضرتك أستاذ صلاح. ومعي أيضا الأستاذة الدكتورة حنان حسني، أستاذ الملابس والنسيج وعميد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية. صباح الخير. صباح النور. بداية يعني بنسمع كثير عن تطوير التعليم، ولكن متى ينتقل، يمكن اسمحي لي أبدأ بوكيل وزارة التربية والتعليم، متى ننتقل من مرحلة الاقتراحات والحوارات والمناقشات المجتمعية لتطبيقات فعلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك احنا بنبذل على أرض الواقع هناك تطبيقات عملية، وإن احنا بنشتغل بالفعل. انتقلنا من المرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق. هناك تطبيق من خلال دورات مكثفة للمعلمين، وهناك دورات بالنسبة للتعليم الفني على أرض الواقع بتحقق نتائج كبيرة جدا داخل العملية التعليمية. عندنا التعليم الفني بيحقق ازدهار كبير جدا في إنتاج الصوبات الزراعية. يعني الصوبات الزراعية اللي موجودة دلوقتي ده فكرة جديدة. تم انتشار الصوبات الزراعية في المدارس الزراعية، وحققنا من خلال وحدة اسمها تيسير الأعمال والانتقال إلى سوق العمل على أرض الواقع. حققنا فرص عمل جديدة، فأصبح دلوقتي الكلام مش نظري، لا، يوجد فرص عمل من خلال وحدة تسيير الأعمال والانتقال إلى سوق العمل. ده بتحقق وظائف جديدة للطلبة. الطلبة دلوقتي في حاجة اسمها الريادة، والريادة ديت بيعرف الطالب ان هو يبقى رجل اعمال. كيف يكون رجل اعمال من الصف الاول، سواء في التجاري، في الصناعي، في الزراعي. كيف يكون رجل اعمال، او كيف يكون عقلية مفكرة تجارية، يقدر يعمل مشروع ازاي، ويقدر يسوق المشروع ازاي، ويقدر يبتكر ازاي. فاصبح دلوقتي مش على قد الكلام النظري اللي هو التلقين النظري، ان هو الحفظ والتلقين، وعشان في اثناء فترة الامتحان هيروح هيحل الكلام اللي هو حافظه. لا، اصبح دلوقتي يعني هناك تطبيقات عملية بالفعل، اللي هو الطالب بيروح المصنع دلوقتي، وحدة تسيير الأعمال والانتقال إلى سوق العمل بتاخد مجموعة من الطلبة كبيرة جدا، بتنتقل إلى العاشر من رمضان وإلى المصانع وبالاتفاق، وهناك بروتوكولات موقعة بين هذه الجهات، سواء المصانع سواء رجال أعمال، وبموافقة معالي الوزير وزير التربية والتعليم من خلال الوزارة. سواء المصانع اللي احنا هنشتغل معاها بيبقى الأمن، موافقة الأمن عليها وكل شيء. والطلبة دلوقتي بينفذوا فعلا، يعني بيجمع بين الكلام النظري وبين التطبيق العملي، لكي يصير في تخرجه يصبح إنسان عقله مفكر مبدع. أصبحنا دلوقتي بننتقل من طالب نظري بدراسة نظرية إلى بالفعل مفكر ومبدع ومبتكر. ده حقيقة على أرض الواقع. وهقول لسيادتك بالنسبة للتعليم الفني، ده لسه جزء كتير جدا. ده بالنسبة في التعليم الفني. ده في إطار تطوير التعليم الفني وإتاحة فرص عمل أو تسويق يعني الخريجين. يعني حضرتك المبادرة اللي بتقوموا بيها من أجل تسويق الخريج إن يكون صالح لسوق العمل أو جاهز لسوق العمل، أو سوق العمل جاهز لاستقباله أيضا. تمام. احنا عندنا دلوقتي مشروعات عديدة
مشروعات عديدة بالنسبة لسوق العمل. حضرتك احنا عندنا الانتقال إلى سوق العمل. يوجد عدد من الطلاب في التعليم الفني راحوا الغردقة في اجتماع، وكان موجود وفد ألماني. الوفد الألماني أشرف على هذه الفكرة، وأصبحت عندنا الابتكارات، عندنا التسويق، عندنا مجموعات كبيرة جدا إن احنا بنخرج الطالب. دلوقتي المصانع اللي موجودة في العاشر من رمضان وفي جهات أخرى كثيرة، الطالب دلوقتي متواجد وبإشراف بمعرفة وفد ألماني من خلال فكرة موجودة، ان اصبح دلوقتي الطالب هو مفكر ومبدع وبيتخرج من عندنا. دلوقتي الطالب يشتغل. الخريجين اللي موجودين فرص العمل اللي موجودة احنا بنعرضها. معالي الوزير المحافظ بنسبة بيتبنى يا هذه فندم الفكرة. ولا بالكامل؟ لا، احنا بنسبة. يعني مثلا حضرتك كان في ملتقى، الملتقى دي هو وحدة تسيير الأعمال والانتقال إلى سوق العمل. يعني. كان عندنا نسبة كبيرة جدا عملناها في ثلاث أماكن. كانت في الرياض، وكانت في كفر الشيخ، وكانت في ثلاث أماكن. الثلاث أماكن تحت إشراف معالي الوزير المحافظ اللي بيرعى التعليم بكل جد وبكل إخلاص، وبيتبنى يعني القضية الأولى بالنسبة له هي التعليم، لأن التعليم هو الأساس بالنسبة لتقدم الأمة. ده نسبة كبيرة جدا تقدر ب 12500 فعلا قبلوا وظائف جديدة من خلال التربية والتعليم، وتم التعاقد معهم من خلال الشركات اللي أساسا نعرضها على وزارة التربية والتعليم وموافقة وزارة التربية والتعليم. بالتأكيد يعني هي مبادرة. فأصبحت فعلا أن التربية والتعليم بتساهم في حل البطالة اللي موجودة داخل المحافظة. برجع للدكتورة حنان حسني، وأنا أعلم أن حضرتك كأستاذ دكتور في الملابس، يعني قسم الملابس والنسيج، وحضرتك عميد أيضا لكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية. سؤالي حضرتك أن بالفعل التعليم الفني إزاي يستفيد من يعني أساتذة الجامعة والمتخصصين، وخاصة حضرتك أستاذة في قسم مهم جدا وفي الدلتا بالتحديد، لأن لدينا مصانع غزل ونسيج تحتاج لكوادر وكفاءات تتعامل مع الأجهزة يعني بوعي أو بدرجة عالية من الأداء. فيعني حضرتك أعرف أن ليكي تجربة جديدة في هذا المجال العملي. هو اسمحي لي بداية أن أنا أقول كلمة صغيرة تعقيبها. أستاذ صلاح قال حاجة مهمة جدا، ريادة الأعمال. احنا من أهمية ريادة الأعمال، احنا تبنينا مؤتمر الكلية السنة دي، أو هو مش هيبقى السنة دي بقى، هو 27 و 28 مارس 2017 عن ريادة الأعمال. لأن ككلية التربية النوعية احنا 5 أقسام: الاقتصاد المنزلي، التربية الفنية، التربية الموسيقية، تكنولوجيا التعليم، الإعلام التربوي. تمتاز بأن خريجيها طبعا هي نوعية، لأن نوعية التعليم فيها مختلفة عن كلية التربية. وتمتاز بأن خريجها اشتغل في التربية والتعليم، وده الأساس. جميل جدا. من لم يلحق بهذا الركب يستطيع أن يقوم بإنشاء عمل خاص به. لأن عارفة حضرتك احنا كلنا نتجه لاتجاه ان انا زمان كانوا يقولوا انفتك الميري، وبعدين جت فترة الموضوع ده انتهى وبقينا بنخرج ندور على اي حاجة بعيدا عن الميري. دلوقتي احنا رجعنا تاني عايزين عينونا في المدارس. فاحنا بنقول ان احنا ككلية ممكن قوي انا اشتغل في التربية والتعليم، اشتغل في التعليم الفني، اشتغل شغل خاص. فده كان على ريادة الأعمال. لأنه معاه صنعة زي ما بنقول، معاه مهارة، يمتلك مهارة. تمام. ولا واكتر من مهارة. يعني انا عندي بعض الاقسام بيبقى مثلا قسم الاقتصاد المنزلي ما عندوش مهارة الملابس فقط، لا عنده ملابس، عنده تغذية، عنده إدارة. الملابس نفسها اكثر من مجال، التغذية اكثر من مجال. واحنا عارفين طبعا التغذية العلاجية من التخصصات الجديدة يعني بقى لها 10 سنين، مش جديدة قوي، بس ما زال لها اقبال شديد جدا من الطلبه والطالبات عليها، وما زال ليهم شغل حلو قوي في المجتمع الخارجي. فدي نقطه فرصهم في التعليم اكتر، وفي المصانع ايضا. تمام، في المصانع. يعني عارفه حضرتك في مصانع ان هو يعمل مشروع خاص بيه، ان يشترك مع طبيب بشري، مثلا التغذيه العلاجيه يشترك مع طبيب بشري في انشاء مراكز متخصصه للسمنه والنحافه، واحنا عارفين دلوقتي انها انتشرت بشده جدا. يشترك مع طبيب في العلاج الطبيعي
انت عارفه العلاجات الطبيعيه والمناطق اللي محتاجه تمارين اكتر من اماكن اخرى، مع برنامج غذائي متكامل. اداره المنزل ليهم تخصصات وباع طويل. تربيه فنيه عندنا 11 تخصص تقريبا ويمكن اكتر. كل تخصص منهم ينفع يقوم صناعه بحد ذاته، يعني يستطيع ان هو يدير مشروع قائم بذاته. وبعدين احنا عندنا ايه كمان، يعني الميزه في تربيه نوعيه، يعني حضرتك بتغرسي فيهم داخل الكليه ان العمل هيكون يعني اداره خاصه ليه، او ممكن تكون صاحب عمل. تمام. يعني دايما اقول لهم ايه، تربيه نوعيه انت بتهيئيه له انه يعمل طبعا، لان دايما اعرفها اقول له تربيه نوعيه المنطقي ان انت تخرج مدرس فين؟ مدارس ابتدائي، مدارس اعدادي، ثانوي، تعليم فني احيانا. فدايما اقول له ده نمره 1. نمره 2، ما جاش هذا الاتجاه، لازم يكون عقلي اوبن مايندد الى حد ان انا افكر في مشروع جديد، ان انا افكر اعمل مشروع. وخصوصا البنات، انا دايما اقول لهم انا وانا قاعده في بيتي هدخل دخل ودخل كبير وانا قاعده في بيتي وباخد بالي من اولادي او براعيهم. لو انا الفكر بتاعي كده ماشي اوكي، لو انا قاعده في بيتي هعرف ادخل دخل. هو ازاي؟ بس دايما اقولها لهم ان احنا ازاي نقوم بتسويق منتجنا. ويمكن حضرتك اكيد على الفيس بتشوفي صفحات الفيس المليانه بالحاجات اليدويه، ممكن تعمل بيع عن طريق مواقع التواصل. بالظبط كده، وبينجحوا على فكره، وبينجحوا نجاح ما شاء الله كبير يعني في هذا المجال. ممكن يكون يعني الحرفه او المهنه ابواب وفرص العمل والمقابل ليها اسهل وايسر من مهن اخرى كثيره، دي حقيقة. خاصه دي حقيقة. في الاقاليم. بس حضرتك ليكي تجربه معينه جديده طرحتيها وقلتي لي ان الفكره بالفعل يعني حازت قبول وبيطالب الان بتنفيذها او بتفعيلها. والله هي كانت فكره في مجلس الكليه عندنا، اقترح احد الساده الوكلاء ان احنا نحدد وقت معين للنشاط الطلابي. عارف حضرتك احنا مشكلتنا الرئيسيه مع الطلبه ان هو جاي دماغه مليانه حاجات، عنده نشاط كبير قوي قوي قوي، مش عاجباه القيود بتاعه الجامعه، مش عاجباه ان احنا بنقول له اقعد بالطريقه الفلانيه، اتكلم بالطريقه الفلانيه. فقلنا نخرج الطاقه اللي موجوده دي في فتره النشاط. فكنا بنناقش هذا الموضوع في مجلس الكليه. هرجع لحضرتك في فكرتك، بس في طالبه معانا عشان هي طالبه على الهاتف، مش عايزين نغيب على التليفون. اهلا اسراء، طالبه مع حضرتك في تربيه نوعيه بالمنوفيه. اهلا بيكي اسراء، صباح الخير. صباح النور. اهلا بيكي يا اسراء، ويعني اهلا بمشاركتك ومداخلتك، وتفضلي قولي مشاركتك معانا النهارده. اتفضلي. اولا ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي اسراء؟ مين؟ انا اسراء ابراهيم، تربيه نوعيه اعلام فرقه ثانيه. اهلا وسهلا. اولا يعني طبعا مفيش كلام على اي حاجه في الكليه بصراحه، يعني النظام كويس جدا والامن وكل حاجه، بس هي بتبقى حاجات بسيطه يعني. تمام. يعني تتحل ان شاء الله. اولا هي زي مثلا زي الطالبات معانا في الكليه. زي الطالبات؟ ايوه حبيبتي اتفضلي. ايوه احنا معانا بنات في الكليه الزي بتاعها ما ينفعش خالص اللي بيتقال ان هي رايحه كليه. بمعنى تقصدي ايه بالظبط يا اسراء؟ ايه اللي يعني تقصديه؟ انا اعرف بنات، احنا كنا فاكرين الموضوع عن الاهالي وكده، وان الاهالي هي اللي بتسيب. طلع لا، في بنات بتخرج من البيت زي وبتغير بره وتدخل الكليه في حاجه ثانيه خالص. يعني هو الموضوع بعيد عن حلقتنا، يعني انا كنت احب اسالك ايه اللي استفدتيه من وجودك في تربيه نوعيه وتقدري تطبقيه في حياتك العمليه، لان ده موضوع حلقتنا. لكن ممكن يكون طرحك للموضوع ده يعني يفتح لنا ملف نطرحه في حلقات تانية. يعني صحيح. تقصدي اللبس مبهرج مثلا؟ ايوه اللبس مخالف خالص ان هي تكون في الكليه. بالنسبه للاختيار اللي انت اخترتيه، يعني اعتقد ان الهوايات دي بتبقى ميول لما بتختاري اي تخصص في الكليه، ده بيكون ميولك الشخصيه. الاختيار للاسف بيبقى حسب الدرجات، يعني اختيار القسم بيبقى حسب الدرجات. حسب التخصص. طب احنا طلبنا من الدكتور ان يبقى اختيار القسم تبع رغبه الطالب. طب انت بتطالبي ان يكون الافضل حسب رغبه الطالب، لكن انت في قسم جميل، يعني انت في قسم جميل يا اسراء. شكرا لمشاركتك ومداخلتك. شكرا يا اسراء. مش هنسى كل اللي قالته اسراء، يعني فيما يتعلق بالاختيار القسم. يعني هي بتقول ليه المجموع بيأيد، في حين ان ممكن يكون الميول اهم وخاصه ان دي يعني تخصصات فنيه كلها. احنا عندنا تربيه فنيه وتربيه موسيقيه، الاثنين قدرات.
لازم قدره بصرف لازم. النظر عن المجموع. وطبعا لها مجموع في طبعا، بس في تنسيق على حسب المجموع ده جاي من الإقبال. التنسيق. بس هو يعني هما الاثنين بيجوا لنا جاهزين، لان بيحصل قدرات الاول بعد امتحانات الثانويه العامه مباشره، وبعدين بيقدموا بعد كده بقى حسب مجموعهم ربنا بيرزقهم تربيه فنيه او تربيه موسيقيه. تمام. عندي 3 اقسام بعد كده: اقسام منزلي، تكنولوجيا، اعلام. ده حسب تخصص الثانويه العامه. المفروض ان بمعنى الأدبي التكنولوجيا أو العلمي أو تكنولوجيا الرياضة؟ بيبقى علم رياضه، اقتصاد بيبقى علمي علوم، اعلام بيبقى ادبي. فحتى احنا عملنا السنه دي من ضمن الحاجات اللي عملناها برضو كانت خطوه استباقيه كده، ان احنا عملنا زي استرشاد لراي الطلبه، نشوف يا ترى احنا خطتنا ماشيين في الاتجاه الصحيح ولا نغير الاتجاه بتاعنا. ففوجئنا ان احنا يعني ايه اللي كان محتاجين تغيروا؟ خالص. احنا كان كل يقولوا ادونا فرصه اعملوها حسب رغبه الطالب، ونسمع ناس زعلانه جدا. فوجئنا مثلا احنا عندنا 1275 طالب السنه دي اللي كانوا عايزين تغيير حاجه و40 او حاجه و60، واغلبها في الاتجاه من قسم الاعلام او من قسم الاعلام لقسم تكنولوجيا التعليم. وفوجئنا اللي هو عايز يغير من تكنولوجيا تعليم كان طالب واحد او طالبه واحده فقط، واللي عايز يغير من اقسام منزلي كانوا عدد. يعني حضرتك بعد التنسيق بتدي فرصة للرغبة لا إنه ممكن لا يغير؟ لا، هو ما بيغيرش. انا قلت نعرف نشوف يعني هل نحاول ان احنا نطرح هذا الموضوع على المسؤولين ونغير. فلما لقيت ان العدد قليل الاسترشاد اللي عملناه يبقى احنا ماشيين تمام. يعني لقيت العمليه مش محتاجه تغيير، هو بيبقى عدد قليل جدا ومتخيل ان ايه. بصي حضرتك، هو بقى جاي انا هدخل اعلام بيتمنى يبقى مكان حضرتك كده على طول. اقول له احتمال كبير، وفعلا في خريجي تربيه نوعيه وصلوا ونجحوا في المجال الاعلامي. اللي داخل تكنولوجيا تعليم متخيل نفسه بكره الصبح هيبقى مهندس كمبيوتر. اقول لهم كله بيوصل، احنا بنوصل بس بالمجهود. تمام. كويس. فالحمد لله احنا لقينا ان احنا ماشيين على الطريق التراك المظبوط. يعني عملتي استفتاء ايوه بالظبط كده، او استطلاع للآراء، بالظبط، وجدت ان الأغلبية في الاتجاه اللي احنا ماشيين بيه على اللائحه تنسيق بتاعت أو الكليه ترتيب بالظبط. المجموع. هو كان زعلهم بقى كان اعلام في سنه ثالثه بيتخصص صحافه ومسرح. فهم عايزين دي تترك تماما للرغبه بدون اي تدخل من لان احيانا بيكونوا عندهم بلاغه وموهبه الشعر، فهنا الموهبه ممكن تفرض. وده بصي حضرتك، يعني احنا السنه دي مشيناها بالرغبه فعلا. يعني رغباتهم اللي كتبوها تم تنفيذها فعلا. يعني لما لقينا ان هم محتاجين بالرغبه. بصي حضرتك، احنا كجامعات اعتقد ان بيبقى همنا الرئيسي ان احنا ننتج او نخرج مواطن صالح. لو شفنا ان احنا لو ضغطنا عليه في الاتجاه دوت مش هينجح، احنا يهمنا نجاحه. يعني على طول النجاح مرتبط بانه يكون في مجال بيميل طبعا. لا، وبيحب اساتذته، عايز ينمي نفسه فيه. فاول ما حصل حسينا ان لو بعدنا عن الرغبه هم مش هينجحوا النجاح اللي احنا بنتمناه ليهم، لان نجاحهم نجاحنا كاداره. نزلنا على رغبتهم على طول. يمكن هرجع لدول كتير بتقدر جزئية الميول أكتر من المجموع، بيكون ليها اعتبار أكتر. طبعا. وفي دول كتير نجحت ومتقدمة، ودول على أعلى مصاف يعني الدرجات العلمية، لأنها بتنظر للميل العلمي، والميل يمكن بتدرس الميل العلمي منذ الطفولة. طبعا. يعني بيكون في عملية التعليم أساسا في خطة التعليم موضوع الميول الطفل منذ طفولته، يبتدي يتحدد شخصيته من الطفولة. وفعلا الطفل بيبان شخصيته بالظبط، او يعني شخصيه الانسان بتبان من مرحله الطفوله. يمكن هرجع لضيفي الكريم استاذ صلاح عثمان. يعني حتى لا يفوتني الوقت، ان حضرتك قمت بمبادره الاتوبيس الطائر، وكانت يعني هذه المبادره او الفكره جديده على مستوى الجمهوريه، وكان لها صدى كبير. فيمكن حابه اعرف فكره او تفاصيل اكتر عن الموضوع. حضرتك الاتوبيس الطائر هو كان بالفعل موجود، الاتوبيسين كانوا موجودين لكن غير مستغلين نهائيا. يعني ما كانوش خالص، ما فيش فكره موجوده قبل ما اجي اتولى العمل. كانوا موجودين بغرض ايه؟ كانوا موجودين موجودين لغرض رحلات الطلابيه فقط، لا تستغل الا لغرض الرحلات الطلابيه. فانا حضرتك بصيت لقيت ان العمليه التعليم محتاجه كل جهد، ومحتاجه الضمير الانساني، ومحتاجه كل المخلصين. لما مريت الاول على المدارس بصيت لقيت ان احنا محتاجين كل تكاتف كل الجهود الموجوده من الفنيين. فخدت جميع الوظائف اللي هي موجوده في قيادات المديريه الموجوده، التعليم الابتدائي بوظائف التعليم، التعليم الاعدادي، التعليم الثانوي، التعليم الفني، الزراعي، الصناعي، التجاري، والمتابعه
وتنسيق المتابعة والتوجيه المالي والإداري، وخدت جزء من الشؤون القانونية، مثلا 7 8 من أعضاء الشؤون القانونية لجنة كاملة. والجودة. أصبح دلوقتي الأتوبيس فيه 60 فرد، كلهم يعتبروا قيادات، بنعمل على قلب رجل واحد بإخلاص بمحبة متفانين من أجل الصالح العام وخدمة هذا الوطن. حضرتك بنحدد الإدارة التعليمية، مفيش حد نهائيا بيعرف أبدا هيروح فينا إدارة. أنا بأركب حضرتك في الأتوبيس معاهم ووجه لهم إيه اللي احنا عاوزين نعمله النهاردة. كلهم ملتزمين، كلهم بينزلوا المدرسة وأنا موجود مرقم المجموعات ديت من 1 إلى 15، كل مجموعة فيها 4 أفراد. المجموعة بتنزل فيها مدرسة، قرية زي دي قرية فيها مدرستين، بتنزل المدرستين يشوفوا المدرستين، بيشوفوا فيها، بيراجعوا المادة العلمية. عندك المنهج وما قطع منه بالنسبة للمدرس، المنهج بيشوف حضرتك المصروفات المدرسية، بيشوف حضرتك العجز والزيادة بالنسبة للمعلمين، بيشوف حضرتك إذا كان واحد صدر له نشرة ولم ينفذها، يبقى أنا عندي حاجات مهنية وفنية جدا جدا أنا محتاجها. أنا محتاج النظافة، محتاج أطمئن على المعامل الموجودة، محتاج أعرف المصروفات اللي هي أساسا الكتب، هل الكتب وصلت وتم تسليمها إلى الطالب، وإيه الكتاب اللي ناقص من الطلبة. يبقى أنا عرفت موقف الكتب، وعرفت موقف دفع المصروفات، وعرفت موقف المناهج، وعرفت موقف العجز والزيادة، وما قطع من منجز، وما كل صغيرة وكبيرة داخل المدرسة. بنطلع بنتائج، هناك الثواب وهناك العقاب. في نفس اليوم إذا وجدت معلمة على قدر كبير من الاستيعاب لوظيفتها وتؤدي وتعطي في حقها، بنعطيها شهادة تقدير، وهي موجودة في مكانها بيكون معايا شهادات التقدير، بكتب عليها اسمها وأسلمها لها قدام المعلمين وقدام العاملين كلهم في المدرسة. نطلع بنتائج غير عادية. المردود أو صدى الجولات الأول هي مفاجأة، يعني المدرسة أو المكان اللي بتزوره سواء إدارة أو مدرسة لا يعلم شيء، لا يعلم شيء نهائيا، أي شيء، يعني في سرية كاملة. حققت نتائج، حققت هذه هستأذن حضرتك، معنا اتصال هاتفي من أستاذ دكتور ماجد الإمري رئيس جامعة كفر الشيخ. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وتحياتي لسعادتك ولضيوفك الأعزاء في البرنامج. أشكرك يا دكتور. بداية يا دكتور، يعني الجامعة طبعا حضراتكم جامعة كفر الشيخ بالتحديد يعني بتقوم بجهد كبير جدا من أجل أنها يعني توصل خريج الجامعة أو طالب الجامعة حينما يتخرج بيكون بالفعل أمامه فرص كثيرة للتسويق ولسوق العمل. ولكن سؤالي لحضرتك، الطالب اللي مقدم على الجامعة أو اللي بتستقبله في الجامعة، هل هو طالب متخرج من عمليات تعليمية أو مر بمراحل تعليمية ابتدائية ثانوية إعدادية ثانوية، يعني في 3 مراحل تعليمية، حصل على القدر الكافي بين الفهم والعلم اللي يصلح من خلاله أن يعني يتعامل مع الدراسة الجامعية؟ في البداية لازم نعرف أن مدخلات العملية التعليمية في الجامعات هي مخرجات التعليم ما قبل الجامعة. مخرجات التعليم ما قبل الجامعي للأسف الشديد بتعتمد على الحفظ والتلقين، ودي ثقافة من 60 سنة هي السائدة في التعليم المصري، مش وليدة اللحظة. ولكن التعليم في مصر اللي هو التعليم ما قبل الجامعي بيعتمد على حفظ المعلومة واستدعائها في ورقة الإجابة والحصول على شهادة. الشهادة دي في النهاية بتشهد إن الطالب حاصل على الثانوية العامة بمجموع قدره كذا. العالم كله اتطور، بقى بيعتمد على التفكير، على التعلم، على أنماط تعليمية متقدمة، على الفهم. ودي المسؤولية الجديدة للقائمين على التعليم في مصر. لو عايزين نطور التعليم لازم نحط في اعتبارنا ان اول محور ان احنا نتحول من الحفظ والتلقين الى عملية الفهم والتفكير الابداعي والابتكاري.
وهذا لن يتأتى إلا إذا احنا حققنا الأمان الوظيفي للمعلم، لأن المعلم النهارده أحواله متدنية بالنسبة للأحوال المادية، فلازم نأمنه ولازم نمنع الدروس الخصوصية بعد ما نأمنه. وعشان نمنع الدروس الخصوصية ما يبقاش فيه واجبات منزلية في خلال فترة التعليم الأساسي، وده اللي بيحصل في العالم كله، إن الطالب بمجرد ما بيرجع بيته ما بيبقاش عنده واجبات إلا يمكن بالقدر الضئيل جدا، وبالتالي بيعتمد في المدرسة على إن هو يفكر ويبدع ويحاول إن هو يحل مشاكل. وبعدين التعليم بيكون مرتبط بالواقع، بمعنى إن الطالب في المرحلة الأولى من التعليم أو المرحلة الأساسية بيكون بيتعلم مهارات بتعتمد ازاي يتصرف لو قدامه حادث، لو في اسعاف جاي، لو في مطافي، لو في مشكله معينه بيتصرف ازاي. فده تعليم هادف. اما التعليم اللي بيعتمد على حفظ معلومه وبينساها، ده ما حضرتك يا فندم يا دكتور اكيد يعني بتشارك مع كثير من المتخصصين في العمليه التعليميه من اجل تطوير التعليم، وتناشد بهذه الاراء منذ سنوات، وحضرتك بتناشد ان لابد ان يكون التعليم ما قبل الجامعي تعليم يساعد على تنميه مهارات وافكار وعمليه اكثر من عمليه تلقينيه ونظريه. ولكن يا فندم لماذا او لا يتم تفعيلها حتى الان، او ما المعوقات اللي بتجدها حضرتك على ارض الواقع بتعوق تطبيق هذه الافكار؟ هو في الحقيقه يعني كل وزراء التعليم اما بيتولوا الوظيفه بيلاقوا مشاكل كتيره زي الكثافه الطلابيه ومشاكل اخرى إدارية، فدي بتشغلهم شوية عن تطوير التعليم، وغالبيتهم بيبدأ في التطوير ولكن لا يصل إلى النهاية. لماذا؟ يعني دي مشكلة دايما. تكون إرادة دولة وسياسة دولة بالكامل وثقافة مجتمع، لأن المجتمع التغيير فيه صعب شوية في المرحلة دي، ومحتاج تكاتف كل الجهود وكل المؤسسات سواء كان إعلام أو المساجد أو المؤسسات التعليمية. احنا على سبيل المثال في التعليم الجامعي في جامعة كفر الشيخ بدأنا نطور ورفعنا شعار التعليم من أجل التشغيل، وبنحاول نكسب الطالب مهارات تتوافق مع متطلبات سوق العمل سواء كانت مهارات مهنية أو أكاديمية، بإنشاء مصانع تعليمية داخل الكليات، وبالتالي إكساب الطالب مهارات مهنية بتساعده على صنع الوظيفة. فدورنا ده، ولكن المفروض ان الطالب يكون جاي لنا بفكر مختلف، لان احنا بنتعب مع الطالب عشان نغير مفاهيمه، لانه هو بيعتمد على اسلوب الملخصات واسلوب الحفظ والتلخيص، ودي ثقافة مجتمع وعايزة المجتمع كله يشارك فيها. مناهج مش يا عايزين فندم نظلم تتغير. وزارة التربية والتعليم لوحدها، مش هتقدر تقوم بالعملية دي، ولكن المجتمع كله لازم يؤهل لكده، ولازم كمان نظام القبول في الثانوية العامة بالنسبة للجامعات يتغير، وما يكونش المجموع هو المعيار. أنا أعلم أن حضرتك دائما ما تناشد بأن يكون المهارات الفنية هي المعيار الأكثر من معيار الدرجات العلمية. بشكر حضرتك دكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، شكرا جزيلا لحضرتك، وصباح الخير لأهالي كفر الشيخ والجامعة كفر الشيخ. صباح الخير يا فندم. شكرا. بعود لضيوفي الكرام مرة أخرى الأستاذ صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأيضا الدكتورة حنان حسني أستاذ الملابس والنسيج وعميد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية. يمكن بعود لحضراتكم والتطبيق، يمكن دكتور ماجد القمري أشار إن فعلا محتاجين منظومة التعليم تتغير وتبعد عن التلقين للمهارات. يمكن التعليم الفني كما أشرت حضرتك ممكن يلقى هذا التطوير نتيجة لأنه بيعتمد على المهارات، لكن التعليم في المراحل الثانوي العام الإعدادي والابتدائي ما زال يعاني من التلقين. فعلا ما زال الحفظ والتلقين دي حاجة موجودة بالفعل، واحنا لمسينها ولم تتغير، لأن زي ما قال ماجد بيه
دكتور ماجد بأن هذه منذ سنوات طويلة لابد أن يقصد بيه مؤسسات دولة، يعني قال الدولة كلها متوارثة، ودي جميع الأجهزة اتكلمت على تطوير التعليم، لكن ما زال اللي احنا عندنا يعني العقائد الأساسية اللي هو الحفظ والتلقين، لأن نظام الامتحانات لم يتغير، ومجموع الثانوية العامة هو الأساس والفيصل في التنسيق. هذا هو الاعتقاد الراسخ زي ما قال ماجد بيه، بأن لابد أن المجموع ما يكونش هو المعيار بالنسبة للقبول في الكليات، وأن التنسيق ده أساسي. احنا نتكلم في الأساسيات عندنا في التعليم العام. يعني الدنيا اتغيرت بالنسبة لنا برضو في التعليم العام بأمانة، ان احنا دلوقتي التركيز على الطالب في التعلم الصحيح. يعني احنا خرجنا عن الحفظ والتلقين بنسبة، مش بقول بالنسبة اللي هي المرجوة. ازاي؟ اصبحت ان الطالب دلوقتي بتدرب على احدث النظم التكنولوجية. ده حقيقة موجودة من الطفولة. دلوقتي تم تزويد المديرية بدورات ومتدربين. المتدربين بياخدوا أعلى دورات تدريبية في كل التخصصات من ناحية التعليمية والسيكولوجية ومن كل النواحي. أصبح دلوقتي عندنا أصبح الطفل فاهم وواعي ومدرك، من خلال إن هو قسم إدارة الوزارة عملت حاجة اسمها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي. إدارة الموهوبين والتعلم الذكي فرخت مجموعة كبيرة من المخترعين ومن الموهوبين. الطالب دلوقتي عاد عندنا نسبة كبيرة جدا من الطلبة أصبحت الأنشطة التربوية، لأن من تقدم الدول المتقدمة تعليميا تقدمت في الأنشطة. اليابان نسبة الأنشطة التربوية فيها لا تقل عن 60%. يعني هي 50%، احنا عندنا 25%، هم 50%، وده الأبحاث بتقول كده. وكذلك سنغافورة نفس الكلام 50%، احنا عندنا 25%. إذن الدول التي حققت نهضة تعليمية اهتمت بالأنشطة وبالمهارات، وأعطت للمخترعين والمكتشفين والمبدعين والمفكرين جانب من اهتمام الدولة ومن اهتمام الوزارة. انت كده الشخص بالعدل، لأن الإنسان عقل ومهارة. فبالفعل احنا دلوقتي في كفر الشيخ وتحت إشراف ورعاية معالي المحترم اللي هو السيد نصر، اللي هو بيرعى التربية والتعليم وداعم أساسي وكبير جدا للتربية والتعليم وبيرعاها. إن شاء الله وبإذن الله هنعمل مؤتمر بإذن الله تحت رعاية معالي الوزير المحافظ للمخترعين والمفكرين، هيكون على مستوى محافظة كفر الشيخ، لأن احنا عندنا عدد كبير. حصلنا على مراكز أولى على مستوى الجمهورية في كل المراكز حصدتها كفر الشيخ في الأنشطة التربوية، رياضية، مسرحية، موسيقية. وأنا جايب لسيادتك السي دي موجودة هوت إن محافظة كفر الشيخ الأولى على مستوى الجمهورية في جميع الأنشطة التربوية والتعليمية. جميل. وحضرتك أشرت لأن يكون 50%. يا ريت ننتقل من نسبة، على فكرة دي ممكن تبقى محرك كبير جدا للأسر وللآباء والأمهات لو أصبحت الأنشطة والقدرات المهارية والمهارات الفنية عليها 50%. بالإضافة حضرتك إن أنا وقتي ضيق، بس عايزة أخد رأي الدكتورة وهرجع لحضرتك تاني، بس عايزة أخد رأي الدكتورة لأن أعرف إن ليها رأي فيما يتعلق بالأنشطة بالذات. حضرتك كان عندك اقتراح إن يكون يوم، احنا عملنا بس تليفون إسراء أخدنا من الموضوع ده. فجينا كان تاني يوم مباشرة مجلس الجامعة، ففوجئت بسيادة رئيس الجامعة عندنا أستاذ دكتور معود الخولي بيقترحوا علينا إن مش اقتراح، لا احنا ننقله حيز التطبيق. فحتى اشرت له ان احنا اقترحنا ده في مجلس الكليه، ففرغنا فعلا عندنا كل يوم 2 من الساعه 10:30 صباحا للساعه 12 فتره انشطه فقط لا غير. الموضوع ده احنا في البدايه يوم بالكامل للانشطه؟ لا ساعه ونص. انا ما عنديش للاسف رفاهيه يوم عشان المساحه. ليه المساحه اللي انا موجوده فيها مع الجدول مع المواد الكتيره اللي في اللائحه اللي احنا بنسعى لتقليصها الى حد ما اقدرش اضيع يوم دراسي كامل، وخصوصا انا عندي بقى يوم تربيه ميدانيه. ومع ذلك احنا كنا لما فكرنا في اليوم ده احنا كنا يعني بنقول ايه، ان احنا نبدا ب 10-15% من الطلبه. لو وصلنا اخر العام
ل 50 60% من الطلبه، يبقى انا عملت شغل كويس. لو قلت لحضرتك احنا من اول اسبوع كانوا الطلبه بيبصوا لنا كده هم نازلين يعملوا ايه. طبعا احنا نزلنا مفيش دراسه، فهم خدوها فتره لايه بقى، للفطار، فتره يقعدوا يتكلموا مع بعض. لقوا العميد والوكلاء والاساتذه بتوعهم نازلين في وسطهم، انت قاعد ليه، انت قاعده ليه، تعالوا معانا، تعالوا احنا هنعمل كذا. فمن اول اسبوع كان في نشاط. لو قلت لحضرتك احنا عملناه 6 اسابيع، احنا في الساعه ونص دول بنوصل ل 12 و13 و14 نشاط متوازيين مع بعضهم، يتنوعوا ما بين لعب كل الالعاب الرياضيه، كره قدم، كره سرعه، كره بالاختيار. بالاختيار طبعا، كل طالب يعني النشاط كل طالب بيختار النشاط باختياره التام. بقى في تنافس قوي جدا ما بين الاسر في الكليه، كل اسره بتعمل نشاط مختلف عن الاسره الثانيه. اسره بتعمل تبرع بالدم، اسره بتعمل عاملين حتى بيسموا اسماء جميله قوي، يقول لك ايه، فتافيت ورق. احنا عملوا حمله لتجميع يعني الورق. افكار وابتكارات. مش عايزه اقول لحضرتك، هو بس الطالب المصري ده انت بس افتحي له الباب، بس يعني مش افتحيه، واربيه وهو هيزقه ويدخل. لانه بمنتهى الامانه انا شفت افكار رائعه وكلها لتخريج الطاقه الكامنه عندهم. بداوا يفكروا. الافكار دي اللي بتبني البلاد. طبعا الافكار دي اللي بتبني. حضرتك احنا بنتكلم على اليابان وسنغافوره في مجال التعليم، وبنتكلم على الصين في مجال الصناعه، وهم كانوا افقر منا، يعني عشان بس الماده مش هي العامل الاساسي. استفادوا كل الطاقات البشريه، استفادوا واتجهوا لده. يعني بالعكس حضرتك ممكن ابنك يقول لك فكره انت تبقي مش مستوعبه هو ازاي جت في عقله، وهي بتجت في عقله، ولما تنفذيها طبعا ده احترامك ليها، تنميه لقدراته هو. بقول لحضرتك احنا بنتكلم عن الموهوبين مثلا، احنا برضو عندنا في اداره تبع اداره منوف في التعليميه في محافظه المنوفيه، عندهم اداره للموهوبين، طلبوا منهم هم يزوروا الكليه لان في بعض الطلبه عندهم حب للموسيقى، فانهم اهلا وسهلا، ده خدمه مجتمعيه جميله جدا واحنا نبقى فرحانين بيها، اتفضلوا. الولاد بقى الصغيرين بقى، الجيل الصغير بقى، الابتدائي والاعدادي، لما جم الكليه كانوا فرحانين جدا. طلبة الكلية عندنا كانوا فرحانين قوي ان هو بيدربوا الطالب ده على ازاي يعزف بيانو، ازاي يلعب قانون، ازاي يصور دي بالنسبة له تربية تلفزيوني. طبعا بالنسبة له تربية عملي. الاسبوع اللي فات كان عندنا طالب في مدرسة اسمها الشهيد حمدي في كفر الشيخ في تانية اعدادي، مخترع حاجة بخصوص الجهاز للمية، يعني بخصوص قوة الدفع، وكان قدام معالي المحافظ. إذا المخترعين والمخترعات دلوقتي يعني بياخد قوة دفع بالنسبة للقيادة اللي بتعطيه الفرصة إن هو ياخد الفرصة ديت. المبدعين والمبتكرين ما شاء الله موجودين بنسبة كبيرة جدا، بس عاوزين زي ما قالت الدكتورة إن عاوزين الباب المفتوح. الباب المفتوح والتعاون ما بين. عارفة حضرتك احنا لو انا اتعاملت على ان انا مثلا مدرس، نجاحي انا كمدرس مش هنجح، لكن لو تعاملنا على ان احنا قطاعات بنكمل بعضنا لازم هننمو، لازم هنتقدم. ما ينفعش المدرس في افكار باليه عند بعض المدرسين صحيح بتعوق التنميه التعليميه. لا وبعدين هو ايه ده، انت لو كلمتيه في هذا هو بينظر ليك على ان انت مختلفه، ان هو يعطي الاوامر وهو الاكثر فهما والاكثر علما والمنطق بالزبط. القديم. بصي حضرتك انا دايما بقول حاجه، بقول هو مش الشده ولا بالضرب، مش بالحاجات دي، بس هي بالحزم، ان انا اكون حازمه في اتخاذ قرار مع الطالب بتاعي. ما ينفعش ابدا، يعني انا ما بيتكلموا على ان الضرب في المدارس وزمان كان في ضرب ودلوقتي ما فيش ضرب، انا بقول لهم ولا بالضرب ولا بعدمه. في مدرس صوته واضح جدا جدا، هادي جدا، ما بيضربش ابدا، ومع ذلك حسيته في منتهى ويحقق نجاح نسبه 100% بالنسبه انا تابعت ده على ارض الواقع. مدرسين درسوا لي انا شخصيا منتهى الالتزام والانضباط في الحصه، والمدرس ممكن حتى صوته ما بيعلاش ولا بيزعق حتى. حضرتك احنا بنتعامل هنا شخصيه، الطالب بيقدر يميز المدرس، بيقدر يميز اللي قدامه الدكتور. هقول لحضرتك احنا يعني مش موضوع ضرب ان يتلغى اطلاقا، هي الحزم، موضوع تدريب معلم. اسمحي لي اقول لك برضه طبعا ممكن تنميه مهاراته. في معلم عنده موهبه التدريس، على فكره هي قدرات وموهبه ربانيه زي الموسيقى وزي الرسم. في فعلا مدرس عنده ملكه
على السيطره على الفصل، بدليل اللي في السنتر وفي الدروس الخصوصيه بنجد ان المدرس عنده القدره على السيطره على 100 طالب بدون عصايه. مدرس صحيح، مميز بدون صوت متميز عالي. عن مدرس، لان دي واحيانا موهبه. دكتور في المحاضره بيكون عنده ايضا احنا بيبقى القدرات عندنا دي. يعني طاقات المحاضره بتبقى عند 500 الناس. طالب دي صغيره، فروق بنوصل فرديه ل 2000 طالب. في وازاي المدرج. وازاي ان انت تحكمي دول، تسيطري عليه. لا وتحكميهم مش هتقدري بامكانياتك على فكره. يعني انا اعرف ان المدرس اذا كان عنده الماده العلميه متمكن والقدره على فيها. حب الطلاب انتهت بمنتهى الامانه. المشكلة بصي انتهت. حضرتك الكبير ده ما ينفعش تقول له هضربك ما مستحيل. ينفعش. ولا الصغير النهارده. طبعا ولا الصغير. الصغير النهارده تقدري الصغير لو قلت تقولي. له هضربك مش عارفين يبقى رد فعله ايه. لكن أكيد. اللي انا اقصده كمان الكبير اكتر، الكبير هتغلبيه اكتر بالاحترام وبالحب، وبامكانياتك هتسيطري عليه. وبطاقتك العلميه. طبعا. يحترم جدا ان لما يعرف ان المدرس يمتلك ماده علميه طبعا. قوية. لا وعارفه حضرتك لما فكرنا في موضوع النشاط ده، انا اعجابي بيه الشديد جدا. ليه؟ ان احنا في 6 اسابيع انا وصلت لمرحله ان بقول لحضرتك 70 80% لما ركزتي على 70 80% ده من نشاطات ساعة. مختلفه من ساعه ونص. طيب انا معايا صابرين طالبه حابه وسهلا. تشارك مع حضرتك من كليه التربيه النوعيه حبايبي. بالمنوفيه. يعني الطلبه واضح ان في علاقه حب جميله جداً. ما بينك وبين الطلاب. اهلا بيكي صابرين، صباح الخير. صباح النور. صباح الفل يا صابرين. يعني حابه تشاركي مع الدكتوره حنان، يعني ايه مشاركتك النهارده او رايك في التعليم؟ الاول انا بحب اشكر الدكتوره حنان على المجهود الفظيع اللي هي بتعمله معانا في الكليه وكل الحاجات الحلوه اللي هي بتساعدنا فيها وبتعملها علشاننا. تأمري يا حبيبتي. بس انا كان عندي مشكله ممكن اطرحها على الدكتوره، ممكن عشان اعرف رايها فيها. بس اتفضلي. دكتوره، احنا كان الاسبوع اللي فات عندنا امتحانات الميد تيرم، وطبعا حضرتك عارفه ان الامتحانات كلها كانوا متجمعه في اسبوع واحد، وده بيسبب مشكله كبيره للطلبه ان هم كانوا متوترين. واحنا كان عندنا احنا قسم اعلام، فكان عندنا 3 امتحانات في يوم واحد. وده نعمل قلق لمعظم الطلبه يعني في القسم. طبعا المفروض يبقى في تنسيق ما بين الاساتذه كل وبعضهم البعض. الامتحانات حتى المدارس يا فندم مفيش تنسيق في الجداول. لا دي نقطة مهمة، حاضر نتكلم فيها مع دكتورة هناء ونعمل تنسيق ما بين أقسام الكلية كلها. حاضر. وحقكم طبعا. حاضر، لأن 3 امتحانات في يوم واحد مش سهلة طبعا. صعبة طبعا. حاضر يا مراجعة مادة لوحدها. صابرين ليكي أي استفسار تاني، وخاصة إذا كان عندك مشكلة بالنسبة للسفر؟ بتشاركي في النشاط ولا لا يا صابرين؟ نعم. بتشاركي في النشاط ولا لا؟ أكيد طبعا. يوم الوجود من الساعة 10 ونص للساعة 12، فأكيد لازم كلنا نشارك فيه، لأن دي حاجة مهمة بتحفز الطلاب إن هم يساعدوا في أكتر من حاجة يعني. طب تمام، فرحتيني. اكيد يعني بتقولك بنستنى اليوم، يا ريت يبقى كل يوم يعني. الحمد لله. صابرين، في اي مشكله بالنسبه لك بالنسبه للدراسه او في يعني مواعيد الدراسه بالنسبه لسفر بعض مواعيد الطلاب؟ بس في اللي هي مواعيد القطر بتتعارض شويه مع مواعيد المحاضرات، فممكن نوصل متاخر شويه، فالدكاتره ممكن معظم الدكاتره ما بيرضوش ان هم يدخلوا بعد اجلناه يا صابرين. المحاضره. طب الدكتوره بترد عليك يا اجلناه يا صابرين؟ حبيبتي، احنا خلينا المحاضره تبتدي 9:30، القطر بيوصل 9:10 او 9:15، واحنا خلينا المحاضره 9:30. لا معظم الدكاتره برضو ممكن احنا نتاخر شويه على ما بننزل القطر، لان بيبقى في مشكله شويه على ما ننزل. الطرق بتبقى زحمه. معظم الدكاتره ما بيرضوش يدخلوا حد بعضهم. حاضر ننظر فيها برضو، بس ما وعدكيش قوي، انا بوعدك باللي اقدر بيه عشان ما ده كلام على الهوا. بالنسبه لك الوقت انا عارفه ان بدايه يوم دراسي، فبالنسبه لك كل دقيقه بخلينا من 9 ل 9:30 فعلا. لان وبعدين حتى عملنا حاجه الاسبوع اللي فات، كان عندنا مشكله في احدى القرى التابعه لمركز اشمون، فالقطر وقف. انا في نفس اليوم على الفيس على طول نزلت له ما تقلقوش، الامتحانات الميد تيرم هنأجلها الاسبوع اللي جاي، بس التزموا بيوتكم، لان كان في مشكله في القطر. انت عارفه البنات لما بيركبوا اكتر من مواصله، من 3 ل 4 مواصلات. وطبعا من ضمن الحاجات المهمه جدا هو التواصل الجيد مع الطالب على فكره، وانك يعني يبقى عندك تواصل مع ظروفه الاجتماعيه انت عارفه حضرتك لما انا دايما اقول للسكرتير عندي، اقول لهم الطالب احنا كلنا جايين لخدمته، فلما يجي الطالب طالما انا ما عنديش اجتماع لازم يدخل، لان هو هيقول لي حاجه، ده ممكن زي ما قلت لحضرتك كده ابنك بيرشدك لموضوع ما تكونيش مفكره فيه، فهو ممكن يرشدنا لحاجه ننمي بيها العمليه التعليميه، لان هو اول مستقبل ليها. فالمشكله الرئيسيه عنده هو. والدول الافكار المتقدمه كده، او الناس اللي فكرها يعني متقدم او مستنير،
او عندها اوبن مايند. بعض الناس بتتصور انها لو قابلت الطلاب بشكل مستمر ان ده يقلل من هيبتها او يقلل من اطلاقا والله. انا بنزل معاهم تحت، انا بزعل لما بلاقيهم قاعدين على الارض، لازم اقومهم. نقعد فين؟ اقول لهم مكانك في المحاضره، مكانك في المكتبه، مكانك في المكان بتاع القعاد الرسمي في النشاط اللي انت تعمله. في الاول بيبقى رافضين، بس الحمد لله بعد فتره بنلاقيهم بالعكس ما بقوا بيستنوا يوم النشاط اللي في بالنسبه لهم. في الاول كان فتره نقعد نتكلم فيها مع بعض، فتحاولت لا ده انا ممكن اتعلم موسيقى وانا قسم تربيه فنيه، لا ده انا ممكن اشتغل اشتغل على الخشب ازاي وانا قسم اقتصاد منزلي. ده بدا يحصل تكامل وتعاون ما بين الاقسام بعضها البعض. بقينا عندنا فجرتي الطاقات، انت عملتي شبه تنشيط، عصف ذهني بقى، عصف بقى ايه مهني يعني. وممكن يبقى في منافسه، تلاقي الطلاب بيتنافسوا. وبعدين عارفه حضرتك كمان بيبقوا فرحانين، يعني اما طالب يتعلم الرسم وهو ما بيدرسش الرسم، عنده هو كله شغله تكنولوجيا، ويروح ورشه رسم، بالنسبه له عرف زميله بتاع التربيه الفنيه بيشتغل في ايه، واكتسب مهاره. بالظبط. انا مجموعه. طب سؤالي لحضرتك هنا بقى، عندنا موضوع تطبيق الانشطه في المدارس. أيوة. يعني حضرتك ليكي تجربه في الجامعه طبعا. ويمكن عايزه اتكلم عن تجربه النشاط في المدارس، ان بعض وزراء التربيه والتعليم لما بيجددوا او يتغير الوزير يقول انه هيعطي اهتمام للانشطه التعليميه، الانشطه بمعنى الموسيقى والرسم والهوايات والرياضه. فنفاجئ ان مثلا عندنا موسيقى ورسم وهينضافوا، ممكن ينضافوا المجموعه، او على الاقل مطلوب على الاقل تحصيل مثلا درجات معينه اللي هي انشطه تربويه. فاصبحت الانشطه بشكل غير مدروس على فكره، تم تطبيقها بشكل، بمعنى ان لازم الطالب مثلا يسلم ورقه نشاط مكتبه، لازم يسلم ورقه نشاط كمبيوتر، لازم يسلم مثلا يحضر يوم التربيه الرياضيه، في حين يعني شغل الطالب ب4 أو 5 انشطه، في حين ان ليه ما يتمش تطبيق زي كل الدول ما بتعمل، ان بيكون الانشطه اختياري، بمعنى ان كل طالب يختار نشاط او ما هي فعلا مش لازم تجبرني على اني ادخل الرياضه وانا ما بحبهاش، او ادخل مكتبه وانا ما بحبهاش. لا، الانشطه اختياري. الانشطه، مجموعه الانشطه احيانا يا فندم بيطالبونا بتسليم ورق بس كده، ممكن الولد ما فتحش كتاب الكمبيوتر. لا، الانشطه وبنصور له ورقه عشان ياخد عليها بقى الام اللي بتعملها. طبعا، والام اللي بتقوم بيها. الانشطه اختياري، بس اشتراك الطالب على اساس ان هو يعني تنميه فكر الطالب. انت موهبتك ايه؟ ما هو لازم انت يعني حضرتك لما تيجي، عشان احنا لسه بندور على الابتكار والابداع. انا عاوز يعني الوزاره بتتجه، يعني تعليمات الوزاره وتوجيهات الوزاره بتتجه الى تنميه فكره الطالب من صغره، لسه الوعي والفهم والادراك. طب عشان انمي فكره او انمي، هو ايه الطريقه المثلى؟ الطريقه المثلى انني اشرك التلميذ واقول له انت مختار، انت قدامك الهوايات اهي، انت قدامك الموسيقى، قدامك المسرح، قدامك التربيه الفنيه، قدامك التربيه الموسيقيه، قدامك المكتبات، قدامك التربيه الرياضيه. اختار الانشطه اللي هي تتناسب مع قدراتك وميولك واتجاهاتك. وبالفعل هو دي حتى في المرحله الاعداديه، يعني في المرحله الاعداديه اللغه الفرنسيه اصبحت ماده نشاط، يعني على اساس ان في المرحله الثانويه ماده اساسيه، لكن في المرحله الاعداديه ماده نشاط ايه؟ بحيث ان هو لما يطلع للمرحله الثانويه يكون هو عنده الخلفيه ان هو اصبح متميز عشان يتجه الى المرحله الثانويه. التربيه الزراعيه نشاط، التربيه الفنيه نشاط، المجال الصناعي نشاط. حضرتك المجالات يعني دي كمان طالب ان يكون كل المجالات بتاعت يعني لو اذكر لحضرتك مثال، يعني اعتقد حضرتك في الجامعه طبقتي كل طالب له نشاط، كل اللي بيختار. لو اذكر لحضرتك مجال بس واحد انا شفته بعينيا من خلال متابعه الاتوبيس الطائر اللي بقول لسيادتك، اللي حاجه جميله جدا اللي انا بشوفه بعينيا، ويا ريت يتم تفعيله. حضرتك بتقول اللي انا بقوله بعينيا وبشاهده كل يوم، وأنا متواجد في الميدان بين المعلمين وبين أبناء الطلبة، وبعرف كل مشاكل وبعرف كل شيء من صغير وكبير، بسمع كل حاجة، بسمع كل صغيرة وكبيرة. يعني بطمئن على مستوى التعليم، بطمئن على استلام الكتب، بطمئن على كل شيء. أجي أكلم سيادتك في الأنشطة إيه؟ اللي هي المجال الصناعي بلاقي إن هو بيصنع بإيديه حاجات مكتبية وأخشاب
بيصنعها بيشترك التلميذ. لما تشوف التلميذ وهو في المرحله الابتدائيه بيبقى جميل جدا. لما تشوفي عرف معاه آلات بيصنع بيها بنفسه، دي هوايه. ننتقل، اصبح الهوايه اللي كانت موجوده في المرحله الابتدائيه والاعداديه شفتها في المرحله الثانويه بعنايه، ودلوقتي بحجم كبير جدا. ايه الحجم الكبير؟ ان اصبحت المدرسه الزراعيه والصناعيه اتجهت الى الانتاج. احنا دلوقتي بيصنع عندنا الدكه بتاعت الطالب، بيصنع حجرات نوم، دولاب وكذا وكذا وسرير وحاجات زي كده في التعليم الفني. في التعليم الفني اصبح دلوقتي مدرسه الصنايع، مش مدرسه الصنايع بس او التعليم الصناعي اللي هو بيصنع الاخشاب. لو حضرتك دخلت المدرسه الزخرفيه في مدرسه كفر الشيخ دلوقتي، وكل مدارس الصنايع في كفر الشيخ هتلاقيها دلوقتي بيتجه ليه بقى؟ لانني خدت من الخطه الاستثماريه المبالغ الخاصه وبتوجيهات معالي الوزير المحافظ واعتماده لنا، ان انا بدل ما اروح اودي للانتاج الحربي او الى اجزاء خارجيه، انا شغلت الفصول. انا خدت المشروعات اللي هي الفلوس اللي هي خاصه في الخطه الاستثماريه اللي هي خاصه بتشغيل الفصول، عملتها لمشروع راس المال عندي. مشروع راس المال دلوقتي الزراعي والصناعي، الزراعي والصناعي هم اللي بينفذوا لي كل اللي انا عاوزه، اللي هعوض به المدارس بدل كلها. ما تعرض مناقصات بدل أو ما اعمل مناقصه محدوده ومناقصه واعرض، لا انا دلوقتي بالعرض على معالي الوزير المحافظ اللي هو داعم اساسي للتربيه والتعليم بكل قوه يعني بيوافق المرونه ان احنا نغير من الطرق التقليديه بالظبط. وبالتالي استغليت القوة البشرية الموجودة اللي هو أبنائنا الطلبة وميولهم واتجاهاتهم، والمعدات اللي كانت موجودة بتبقى أحيانا موجودة في المدرسة ملهاش أبدا أي استفادة. لا دلوقتي المعدات اللي موجودة داخل المدرسة بتشتغل بكل قوة وبتحقق إنتاج، وبيعود الإنتاج على المدرسة وعلى مشروع رأس المال بياخد فيه الطالب والمعلم. بعود لحضراتكم ضيوفي مرة أخرى، ولكن بعد متابعة هذا التقرير عن أولياء الأمور الآباء والأمهات، ماذا عن متطلبات الأهالي أو الأسر في تطوير العملية التعليم؟ احتياجات الأسرة، أو إيه هي بالضبط احتياجات الأسرة المصرية من أجل تطوير التعليم؟ حضرتك ايه اللي مطلوب لتحسين جودة التعليم؟ المطلوب من تحسين جودة التعليم ان يكون في مراقبة جيدة للمدارس اللي هي تبدأ من التعليم الأساسي لغاية مرحلة الثانوية العامة، عشان تحط خطة كويسة لجودة التعليم. أول حاجة تمنع الدروس الخصوصية، ثانيا يكون عندك مراقبه جاده على الجماعه المدرسين، ثالثا يعني ما فيش مراقبه خالص. يعني انت النهارده لو رحت مدرسه دلوقتي مش هتلاقي فيها 30 40 طالب. طول ما في دروس خصوصيه في البيوت والمدرسين ما فيش تعليم. التعليم كان زمان كان على ايامنا التعليم. كنا نشوف المدرسه النهارده نيجي نلعبوا منه ونعملوا الواجب وكل حاجه. النهارده في التعليم النهارده دروس خصوصيه، المدرس ما يخش الحصه ما بيشتغلش، ما فيش مراقبه، ما فيش رقابه على المدرسين. مطلوب ان المدرسين واحد تراعي ضميرها. خدت بال حضرتك؟ يعني كان زمان ما كناش هنا في المدرسه ما كناش بنعتمد على الدروس الخصوصيه. ليه؟ لان المعلم كان بيخش يؤدي واجبه على اكمل وجه، ومن هنا كنا بنعمل حساب للمعلم. خدت بال حضرتك؟ انما النهارده الاهالي رغم المعاناه والازمه الاقتصاديه اللي احنا عايشين فيها، الا ان الاهالي بتتكبد كل شهر دروس يمكن اكتر من نص دخلها بتروح للمدرسين. اول حاجه لابد من توفير الانضباط المدرسي للطلاب، توفير الامان للمعلمين، تطبيق العداله الاجتماعيه. لو طبق العداله الاجتماعيه على كل الناس هتظبط معاهم. المفروض ان هو يبدا من الاسره، المفروض يبدا من الاسره. بمعنى انت النهارده لو انت حتى بتعلم نص تعليم، المفروض تبدا مع ابنك الصغير تعلمه الف ب. بلاش حاجه اسمها دلوقتي يقول لك ايه، الناس المقتدره بيودوا عيالهم حاجه اسمها بيبي كلاس، يكبر شويه يوديه كي جي 2 بعدين كي جي 1، بعد كده يدخلوا ايه مدرسه يا اما لغات يا اما اجنبيه. بصفه عامه النهارده التعليم العام
يعني تحول الى اللي هو المجاني بصفه عامه النهارده، اللي هو تعليم الفقراء المدعم اللي الدوله بتدعمه، النهارده اصبح واخد بال حضرتك سيء للغايه. بالنسبه لتحسين جوده التعليم في مصر، هو التعليم على فكره بقى سيء جدا. بمعنى ايه؟ دلوقتي المناهج اللي هي التعليميه ما عادتش اللي هي اللي بتتمشى مع العصر. يعني دلوقتي لما واحد بيتعلم، الطفل بيتعلم او يكبر يدخل مثلا اعدادي ثانوي، يدخل مثلا المرحله الجامعيه، بيتخرج حتى لو لقى فرصه عمل ما بيلاقيش فرصه العمل اللي هو ايه، يعني ما بيطبقش المناهج اللي هو اخذها في التعليم في مراحل التعليم كلها. فبالتالي بيدخل مجال العمل ما هوش فاهم حاجه، فبالتالي بيضطر ان هو يتدرب، يدخل مجال تدريب في مجال العمل ده. فطبعا المفروض عشان يتحسن مستوى التعليم ده، فاهم ازاي، لازم يشوفوا مجال العمل شكله الاول، وبناء على كده يطوروا اساليب التعليم، يشوفوا احتياجات السوق العمل، وبالتالي لما يجوا يحطوا مثلا مقررات تعليم او مناهج يحطوها بناء على ايه سوق العمل اللي هو شغال. المدرس يدرس في فصله بضمير، والاداره تشتغل بضمير، ويبقى في مراقبه على المدارس باستمرار، فكل واحد هيأدي دوره. وعشان مصر بلدنا، ده مصر بلدنا دي جميله وحلوه، وطبعا بتنشر لمصر ام الدنيا. اتفضل. ماشي. مصر بلدنا جميله وحلوه وناسها طيبين، في البيت والشارع مسيحي ومسلم على الحلوه والمره عايشين. ده وحده وطنيه وعشره بقى لها سنين وسنين، كما قالها رب العالمين: لكم دينكم ولي دين. مش هنخرب ولا هندمر، بل هنعمر، وهنبني بلدنا بالميزان والمسطرين. هنبني الجوامع وهنبني الكنايس وهنبني مقبره للارهابيين. ده مصر بلدنا جميله وحلوه وناسها طيبين، هنعمرها وهنبنيها وهنستصلح اراضيها وهنزرعها بالورد والفل والياسمين. ويا حمساوي بتاع فلسطين، حاربنا علشانك سنين وسنين، بص وراك هتلاقي عدوك الصين. وكفايه ذل، كفايه هوان، وكفايه ارهاب، وكفايه اخوان. ده مصر بلدنا جميله وحلوه وناسها طيبين. تابعنا مع حضراتكم التقرير، وكان في تلقائية جميلة جدا، وأحلى حاجة اللي اتكلم في الآخر وقال كل أهل مصر طيبين، واللي بيطالب بالترابط والوحدة الجميلة ما بين كل المصريين. لكن العملية التعليمية زي ما تابعنا أن معظم الأولياء الأمور بيعانوا من مشاكل كتيرة ما زالت موجودة في التعليم، زي المناهج اللي محتاجة تتغير وبقالها سنين، عشرات السنين المناهج ما بتتغيرش، بقالها 20 سنة. رياضة وتاريخ وجغرافيا، مواد كتيرة محتاجة انها تتطور، ليه ما بتتغيرش مش عارفة. سؤال ايضا عن الرقيب على المدرس مين؟ يعني الناس اشتكت ان فعلا لو المدرس بيقدم مادة علمية بشكل جيد، يمتلك يعني عنده مادة علمية سليمة، بالإضافة أيضا لأن لديه حضور، لأن لازم المدرس يكون عنده ملكة الحضور مع الطلاب، بالإضافة لأن يكون عنده ضمير. المشاكل دي ما زالت موجودة في العملية التعليمية، حلها ازاي؟ يمكن حضرتك حليت مشكلة الرقابة بالأتوبيس، وقلت ان كان ليها يعني صدى قوي جدا على الالتزام. يعني بأمانة ليها صدى، ليها صدى كبير، ان كل واحد عارف ان في متابعة جادة، يعني يا ريتها تطبق على كل المحافظات. يعني احنا محتاجين، احنا الناس كلها بتشتغل بضمير وناس محترمين وكل حاجه، لكن فعلا احنا محتاجين الى كل واحد يمتلك الضمير الانساني، يحس ان التلميذ ده هو ابنه. تمام. لما المعلم هيحس ان التلميذ ده هو ابنه وبيتعامل مع ابنه اللي عاوز فعلا يوصله الى المرحله اللي هو يتمناها لابنه، هنبقى احنا وصلنا الى مرحله كويسه جدا. طيب اسمح لي اخد من الدكتوره ايضا رايها في موضوع المناهج والمدرس، ازاي يتم بالفعل يعني تغيير المناهج او المدرس. يعني بس في التليفون معايا، في اتصال تليفوني معايا. الو مدام امل، اهلا بحضرتك مدام امل. ممكن اكلم الدكتوره حنان؟ اتفضلي قولي مشاركتك. دكتوره حنان، بعد اذن حضرتك، انا ولية امر طالبه عند حضرتك في الجامعه. اهلا وسهلا. كليه. اهلا وسهلا. دلوقتي بالنسبه للبنات، موضوع السكن الجامعي. ايوه. احنا بنقسم الموضوع ده كتير جدا، لان البنات بتيجي متاخره من الجامعه. صحيح. هل في اي طريقه ان احنا نوفر لهم سكن تبع الجامعه؟ احنا بنسعى في هذا الموضوع، داخلين في 3 سنوات تقريبا. ويمكن كانت المشكله ان كان انت عارفه السكن الجامعي له مواصفات خاصه، يعني ما اقدرش اخد اي مكان واعمله سكن جامعي،
وتعاقدنا مع احد الاشخاص فعلا وخدنا منه عماره وكانت جنب الكليه، بس للاسف هو تراجع في اخر لحظه. فحاليا احنا بنبحث تخصيص وحده منطقه من محافظه المنوفيه الجامعه تبنيها، وخصوصا للطالبات. يعني حتى احنا قلنا احنا عايزين سكن طلبه وسكن طالبات، بس قلنا فانا يعني انا واخده وعد ان الموضوع ده هيتحل ان شاء الله قريب جدا. يعني ممكن قوي يكون في بدايه السنه الجديده ان شاء الله، يا رب نكون قدرنا نوصل للموضوع ده. طب مش في حاجه ثانيه بقى يا دكتوره بعد اذن حضرتك؟ اتفضلي. بالنسبه لمواعيد المحاضرات وتاخير البنات، احنا داخلين على فصل الشتاء ومواعيد القطارات بتتاخر، يعني ممكن نقلل المده اللي بين المحاضرات بحيث يخلصوا محاضراتهم بدري؟ بصي حضرتك، احنا عاملين حاجه لطيفه قوي. احنا ممنوع طبعا للتنقل من سيكشن لاخر، بس بنعمل ايه؟ لو في حد ساكن بعيد عن اشمون بنخليه في السكاشن اللي هي الصباحيه الى حد كبير. يعني دايما بيجي لي طالب مثلا يقول لي انا من اوسنا ده بينه وبين اشمون على الاقل خالص ساعتين، فبالتالي بنسمح في الوقت ده ان هو يغير مع زمايله اللي سكاشنها بدري. لان احنا برضو صدقيني احنا يهمنا لانهم ولادنا احنا في الاخر، ان انت طالما خرج من بيتك جالنا بقى ابننا احنا مش ابنك انت. فما تقلقيش، احنا هنحاول ان احنا كل اللي هم مسافات بعيده نقلل لهم الوقت على قد ما نقدر. حاضر، لان انا عارفه المشكله يعني كده لو جم لحضرتك او كلموا اي حد ممكن حضرتك تقدمي لهم السكاشن تبقى طبعا الصبح. هو حتى من غير ما يجي لي، هو في رؤساء الاقسام انا دايما اقول له روح لرئيس قسمك وبلغه ان انت في مكان بعيد، بس ايه يعني يثبت هذا. لان مثلا كان الجماعه بتوع اشمون يقول لك ده من بعيد، نعرف ان هو من قريه جنب اشمون يعني، فاحنا بنختار اللي هم فعلا جايين من بعيد وبنغير لهم سكاشنهم بما يتناسب مع المواعيد، يمشوا بدري على قد ما نقدر. طب مش ممكن نقطه ثانيه برضه يا دكتوره بعد اذن حضرتك؟ اتفضلي. بالنسبه للاقسام حضرتكم في الكليه، بالنسبه مثلا اللي عايز يدخل اعلام لازم يبقى ادبي. ايوه. اللي يدخل اقتصاد منزلي لازم علم علوم. تمام. اللي عاوز يدخل مثلا تكنولوجيا علم رياضه. تمام. طب انا مثلا عايزه ادخل ابني او بنتي اعلام وهو علم رياضه. تمام. لسه ليه ما بنخليش الموضوع ده مفتوح بالنسبه للطلبه ان هم يختاروا على حسب رغبتهم؟ تمام. لسه والله اتكلمنا في الموضوع ده مع الاستاذه ايمان من فتره. احنا عملنا يمكن بنتك في سنه كام؟ بنتي في سنه اولى. في سنه اولى. طب احنا عملنا اساسا موضوع استرشادي عشان نعرف الحكايه دي. احنا فوجئنا ان العدد اللي عايز يغير بعد ما كنا بنسمع ان كتير جدا عايزين يبدلوا، ما توصلناش لعدد يستحق ان احنا نبدل. احنا لقينا لو في رغبات بعض الطالبات او الطلاب ممكن يتم الاعتبار بيها. ما ده محتاج مني تغيير لائحه، فتغيير اللائحه انا ممكن اغيرها طبعا، بس عشان عارفه حضرتك ايه لازم يكون في حاجه ارجنت تخليني ان انا يدعوني لهذا. فاحنا او سند قانوني، او انت محتاجه سند قانوني عشان تعملي طبعا فعلا على الحاجات دي. نعم، هم سالوا فعلا في شؤون الطلبه، لا أيوة. علم رياضه تدخلي تكنولوجيا، ما ينفعش تدخلي اعلام. في طلبه كتير ما وصلت لهمش معلومه ان هم يبلغوا فيعملوا رغبات فيبقى عددهم كبير. لا مش كتير، لا ده انا قايله بنفسي في محاضره مجمعه، يعني مش سبتها بس للاعلانات اللي كنا حاطينها. احنا كنا حاطين اعلانات وحاطين على الفيس، وانا بنفسي بلغت في محاضرتين مجمعين. يعني كده انا اتاكدت ال 1275. طب يبقى في لائحه مثلا على الاقل 1000 للاعلام، لان بيكون في اقبال كبير على قسم الاعلام. ليه ما يكونش الاقبال طالما ان في اقبال كبير عليه؟ في طلاب كتير علمي وادبي ورياضه، واعتقد ان كليه اعلام بتقبل اساسا رياضه وعلمي طبعا. وادبي، بتاخد من الثلاث اقسام. ليه ما يكونش حضراتكم برضو من ضمن يعني يبقى في تعديلات طالما في اولياء امور بيسالوا كتير في الموضوع ده؟ أيوة. ان يتم تعديل اللائحه دي فيما يتعلق بان تعطي للطلاب اقسام الرياضه في الثانويه العامه او اقسام العلمي ان كل يوم فرصه في الادبي، والادبي ايضا كل يوم فرصه في الاعلام على حسب المجموع. هنا بقى هيبقى الفوز للمجموع الاكبر. هو كتير دي، ما احنا عشان كتير عملنا الاسترشاد ما طلعش كتير، ما هو ده اللي انا عايزه اوصل له. احنا دايما يعني احنا عايزين نساعد، وبعدين عارفه زي ما حضرتك قلتي ان الواحد بيتفاعل. يعني انا بزعل لو بنتي عايزه حاجه وما دخلتهاش، اكيد لان الميول مهمه. فانا مهم عندي ان انا ارضي الطالب بتاعي، ما انا عايزاه يبقى مبسوط. فعشان كده لما قلنا ان احنا نغير اللائحه قلنا قبل ما نبحث في هذا الموضوع نشوف تغيير اللائحه، نشوف ما تغيريش حاجه ثابته لمجرد حاجه في الهواء بالنسبه ولنسبه اراء قليله جدا. ممكن يكون الاراء القليله دي مشكله بالنسبه لها. أيوة. يعني 1 أو 2 بالنسبه لهم مشكله. في اي مشكله بالنسبه لك استاذه امل تحبي تسالي عنها؟ الو. طب مدام امل كده سالت 3 اسئله، يعني خدت فرصه كافيه لكل تساؤلاتك. تم الاجابه عليها. ان شاء الله باذن الله. المدينه الجامعيه بنسعى فيها جدا. موضوع القطر احنا مراعيينه،
لان احنا في شتاء وبيوصلوا 8 بالليل و9 بالليل، فاحنا عملنا كده تغيير السكاشن في حدود المسموح للبعاد عن المقر الكلي. قبل ما يفوتني الوقت، حضرتك كان ليكي رأي فيما يتعلق بأداء المدرس، كيف يتم تحقيق انضباط أداء المدرس؟ بصي حضرتك، هو يمكن انا اسفه بس هو المثل كده يعني. لا قولي الحق، قولي بصراحه. هو في المثل يقول ايه؟ من امن العقاب اساء الادب. طبعا كل الاساتذه وكل المدرسين وكل اساتذه الجامعه ذو خلق عالي وذو ادب، بس هو المثل كده. فانا بقول هي دي مش حقيقه على مستوى العالم كله على فكره. طبعا هي لابد من وجود متابعه. اللي قاله استاذ صلاح، التجربه بتاعه الاتوبيس الطائر اللي هو عملها، دي ممكن انا من وجهه نظري المعلم؟ دي رائعه، دي رائعه، ويا رب تتحقق. مش هقول يا ريت، هقول يا رب تتنفذ في كل الادارات ومحافظات مصر. انا زرت الادارات التعليميه كامله، وفي نفس اليوم لما لو اقول لحضرتك طبق لموضوع تحقيق الانضباط الاداري، الانضباط الاداري اللي بتحقق الانضباط الاداري اذا كان داخل المدارس او داخل ديوان الادارات والمديريه، ده حضرتك في نفس اليوم وانا موجود في ديوان الاداره بجمع التقارير اللي هي حصلت من اللجان كلها ونتخذ في اجراء في نفس اليوم. والدليل على ذلك ان هو الغي تكليف 12 مدير مدرسه، 27 موجه احيلوا للتحقيق، نقل مجموعه كبيره، مش تجنى على حد، لا ده احنا بنحقق عدل ربنا الموجود. اللي قادر على تحمل المسؤوليه مرحبا بيه، واللي مش قادر على تحمل المسؤوليه يترك الفرصه الى الاخرين القادرين على تحمل المسؤوليه، لان احنا بنشتغل بضمير انساني. هو ده يعني، وده المطلوب. اسمع راي دكتوره حنان. عارفه حضرتك، احنا عملنا في الكليه عندنا حاجه قريبه بهذا، ان احنا عملنا متابعه. احنا طبعا كل الكليات والجامعات فيها حاجه اسمها اداره المتابعه، فاحنا فعلنا اداره المتابعه. هي مش بتراقب عضو هيئه التدريس اطلاقا، بس بتتاكد من وجوده في محاضرته، بتتاكد من وجود عضو الهيئه المعاونه في سكشنه. طب هتراقبي اداء المدرس في الفصل ازاي؟ المدرس بيكون مقفول الفصل وممكن يكتب كلمتين على السبوره، ممكن يشرح ساعه كامله. هقول لحضرتك، الطالب اللي بيراقبه يمكن في انا بتكلم على الجامعه، المدارس صعب، المدارس لازم فعلا حد يعرف، لكن انا الطالب عندي في نقطه مهمه، ما عادش بيسكت. بمعنى ايه ما عادش بيسكت؟ المدرس لو ما بيشرحش بيقول، بيبلغ. طب ليه ما فيش استفتاء مع الطلبه؟ لا ازاي في المدارس؟ لا في المدارس ممكن احنا، لا واحنا عندنا في الجامعه يعمل استفتاء، المدير المدرسه يعمل استفتاء للطلاب مع المدرسين. لا انا اقول لحضرتك، احنا في الجامعه في نهايه كل ترم كويس استبيان لازم بيتطبق على الطلبه كلها في كل المقررات، بحيث حتى هو بيستطيع بقى ينقد الكليه، ينقد عضو هيئه ادائك، النظافه، عضو الهيئه المعاونه، ينقد المنهج نفسه. يعني هو من حق حضرتك، احنا كنا بنتكلم في مشكله المناهج. انا عندي مناهج عقيمه، انا عندي منهج ما اتغيرش، لا ده لازم يتغير. لما يكون عندي مثلا تصوير فوتوغرافي، طب ده احنا دلوقتي تصوير فوتوغرافي ما بقاش كاميرا وفيلم ده احنا تطورنا قوي، بقى ديجيتال، يبقى لازم منهج زي كده يتغير. ممكن اسيب المسمى لكن الكوريكولم الداخلي، التوصيف من جوه يبقى مختلف كويس. فانا الطالب عنده القدره وعنده الوعي ان هو يقيم المقرر الدراسي، بيقيمه من كل نواحيه بقى، المكان اللي بيدرس فيه بيقول لا المكان ده كويس او المكان وحش، اللي قائم بالتدريس، الجزء النظري والجزء العملي، المنهج نفسه. فبالتالي ده بيديني عارفه حضرتك خلفيه عن اللي بيدور. وما يكون عندي مثلا على الاقل 300 طالب في كل ماده بيقيم لي كل ماده، ده بيديني صوره كافيه ان انا اعرف هل عضو هيئه التدريس كان بيقوم بالتدريس فعلا ولا زي ما حضرتك قلتي اقتراح يا ريت المدارس تطبقه، ان يكون في استبيان لاعضاء هيئه التدريس من الطلاب. يمكن لما الطالب يشعر او المدرس يشعر ان لما يعني الطلاب يكون ليهم دور، يبقى اذا هنا المدرس هيهتم بالماده العلميه وتجويد الماده العلميه، لانه بيشعر بانه بيتم تقييمه من خلال الطلبه. معي على الهاتف الان. الو. طيب في محاوله الى يعني محافظ كفر الشيخ يكون معنا على الهاتف في محاولات الاتصال، لكن برجع مرة تانية لضيوفي. وحضرتك أشرتي إلى تطوير المناهج بالإضافة لتحقيق انضباط المدرس، وحضرتك اقترحتي الاستبيان، الجولات المستمرة أو الأتوبيس الطائر، دي كفكرة لو تم تطبيقها في كل المحافظات ده ممكن يفعل أداء المدرسين وأداء أيضا الموظفين الإداريين. المناهج ايضا يمكن يعني اخد تعقيب بس من الدكتوره حنان على المناهج وارجع العلاقه اللي لان المناهج في مشكله يعني من سنوات، من يعني 20 سنه واكثر المناهج لم تتغير حتى. دي حقيقه. كمان حاجه مهمه جدا كنا بنتكلم بيها انا واستاذ صلاح قبل الهوا، حته ان انا استاذ مناهج، اوكي يبقى احنا عايزين كل اساتذه المناهج
تشارك معانا في تطوير المناهج بصفه عامه، ان هي تتواكب مع الحقبه اللي احنا موجودين فيها. انا وقت رايك بصراحه في المناهج؟ والله هقول لحضرتك يعني انا مؤمنه ان 70% منها مش وحش. التغيير الاكبر اللي احنا عايزينه في طرق التدريس، ازاي اوصل المعلومه للطالب بتاعي، ازاي ارغب الطالب بتاعي ان يحضر محاضرتي، وخصوصا ان احنا عندنا مثلا محاضرات النظري ممكن ما ناخدش الغياب فيها، يبقى حضوره المحاضره يتبع لايه بقى، لرغبته. ازاي اغريه وارغبه ان هو يحضر المحاضره دي عشان هياخد منها علم او هياخد منها معلومه. فدي نقطة مهمة جدا، يعني تبقى مناهج مع طرق تدريس في نفس الوقت مع شخصية القائم بالتدريس نفسه. مناهج المرحلة اللي قبل التعليم الجامعي لا، أنا شايفة إن هي كلها محتاجة تركيز، يعني تركيز جامد، محتاجة فلترة كبيرة قوي قوي قوي. في حاجات ممكن ما تتغيرش، لكن في حاجات كتير قوي قوي حوالينا اتغير. ده في علم بيتغير، ده في اختراع او اكتشاف، بتلاقي حاجه ثوابت كانت موجوده عندنا احنا عارفينها كثوابت اتغيرت. فدي المفروض ان انا بقول ان قانون الجاذبيه احتمال يتغير احتمال يتغير يعني في اكتشافات جديده بتقول ان الجاذبيه الارضيه اللي اكتشفها نيوتن غير يعني سليمه، وممكن كتاب العلوم لسه بيدرس فيها بالظبط. يعني احنا لازم يكون اب تو ديت زي ما الثوابت اختلفت. نقطه صغيره بسرعه جدا. مع المناهج، مع طرق التدريس، مع المدرس، مع المتابعه، الضمير اللي احنا بنتكلم فيه. استاذ صلاح، بكلمة من حضرتك، يمكن وقتي تقريبا بينتهي، لو حبينا نضم في عجالة يعني تفعيل العملية التعليمية بحيث انها فعلا تكون المدرسة مكان للعلم وللتعلم. حضرتك انا بقول ان احنا رقم واحد ان احنا محتاجين بالذات فيما يتعلق بالمدرس والمناهج الى الضمير الانساني الموجود. احنا عندنا متابعة فعالة دلوقتي في محافظة كفر الشيخ يشهد بها الجميع، وعندنا دعم كبير جدا من معالي الوزير المحافظ سيادة اللواء السيد نصر للتربية والتعليم، اللي بيتبنى أي موضوع وبيدينا دعم كبير جدا. لحد لسه يوم الخميس الماضي قال لي شوف حضرتك يمكن غيرت في اللائحه، واحد ما دفعش مصروفات بالنسبه للطلبه عشان المحافظه تدفع، عشان المحافظه تتبنى وتدفع المصروفات بالنسبه للطلبه. عندنا الخطه الاستثماريه اللي قلت لحضرتك ان المشروعات اللي هي الاستثماريه في كمان اللي اصبحنا إن عندنا 52 مليون ونص، ودولت ان احنا ازاي احنا بنستفيد منهم ونحطهم في كل ونضعهم في المشروعات وبننجز فيهم والقرار 202 اللي حضرتك متابعه ايضا من معالي المحافظ كل يوم بيتابعها بنفسه كلمه ايه كانت الاسبوع اللي فات ايه والاسبوع ده ايه مش للتربيه والتعليم بس، لكل المصالح موجوده، لكن هو داعم اساسي للتربيه والتعليم في كل النقاط التعليميه. عندنا متابعه جاده لكل شيء، عندنا قضيه الدروس الخصوصيه ومراكز لكن عندنا ما زال يا فندم في مدرسين. اصل العمليه مش عمليه ان انا اشرف واشوف الفصول منتظمه فقط، لكن انا عايزه مدرس بالفعل لديه الحس والوعي انه يعمل بضمير. هو حضرتك يوجد مشكلات، لكن يوجد مشكلات في التعليم، لكن بفضل الله يوجد ناس مخلصين بتشتغل وبتبذل مجهود كبير عشان ما نقدرش. في ناس مخلصين، انا بقول لحضرتك يوجد ناس مخلصين وموجودين وبيشتغلوا وبيبذلوا قصارى جهدهم في توصيل المعلومه للطالب، في الحفاظ على كل شيء، في ارضاء ضميره الانساني بان بيشتغل. انا في كفر الشيخ دلوقتي انا بقول لحضرتك بامانه شديده، في كفر الشيخ موجود في الإدارات التعليمية يمكن هناك تنافسية على مستوى الجمهورية بأن الطالب في ثالثة إعدادي موجود. أنا بخش المدارس كل يوم والطالب في ثالثة إعدادي موجود في مدارس كفر الشيخ، مش موجود في حتة تانية، موجود في ثالثة ثانوي بنسبة قليلة، هي دي المشكلة. أنا عملت إيه عشان أحافظ على أن المعلم نفسه هو اللي يحضر، ما يكونش طالب في ثالثه سنه مش موجود او طالب ثالثه اعدادي مش موجود. قلت لا، المعلم حاجه خارج الصندوق، ان المعلم ياخد صفين، ما ينفردش بصف واحد ابدا. المعلم اللي بياخد جدوله في ثالثه اعدادي ياخد جدوله في اولى اعدادي او ثانيه اعدادي، بحيث ان هو لو كان مرتبط بدرس بره او الكلام ده هو ما يتاحش له الكلام ده، لكن لحد يوم الدراسه. لو كان معلم لو معلم جدوله في ثالثه ثانوي لازم يكون مشترك في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي، بحيث ان انا كده ربطت المعلم الموجود حتى نهايه اليوم الدراسي. هو المفترض ان في اجتهادات كبيره جدا من اجل تفعيل دور المعلم انه يعمل اكثر بضمير، لان بالفعل
يعني حينما يكون هناك مدرس لديه مادة علمية سليمة، ضمير ووعي في التعامل مع الطلاب، بالتأكيد الطالب مش هيحتاج انه ياخد درس، ولا في اب او ام. وهناك تفعيل مجموعات مفيش التقوية اب او موجودة. ام يعني احنا في مجموعات عايزين يتحملوا اعباء مالية صحيح اكتر من احنا اعباء طبقا الحياة لتوجيهات يعني. معالي الوزير ان احنا دلوقتي بنفعل مجموعات التقوية، عملناها ان هو نظام المحاضرات في الثانوية العامة. وتشجيع المدرس الكفاءة ان هو يكون له يعني مكافآت، يعني ده ممكن طبعا هيرفع يعمل نوع من المنظومة للمنافسة في الأداء المهني. عموما ما زال ملف التعليم مطروح، وأعتقد أن كانت مبادرة وزير التعليم الدكتور الهلال الشربيني كانت جميلة جدا في أنه دايما بيسمع لآراء الآباء والأمهات، ودي فكرة كويسة يا ريتها تستمر. ودي أساسي رأي الآباء والأمهات، رأي أساسي. يعني مش بتغير الوزير تتغير، لكن تظل هذه الحوارات قائمة. بشكر ضيوفي الكرام اللي شرفوني النهاردة في هذا الحوار، ويعني أثقلت عليكم الحديث، لكن سعيدة بوجودكم. الأستاذ صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شكرا لحضرتك. وأيضا الأستاذة الدكتورة حنان حسني، أستاذ الملابس والنسيج وعميد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، شكرا لتشريف حضرتك معنا في هذا اللقاء. شكرا جدا. بشكركم مشاهدينا، بلقاكم دائما بكل الحب والأمل في صباح المحروسة. أنا ظهرك وعادي أموت عشان خاطرك، ما أنا ابنك اللي بيحبك يا بلادي. بلادي الحلوة بتنادي تعالوا في حضني يا ولادي، وأنا بصفتي مواطن فيها شرف ليا إني أحميها. بلادي ادخلوها آمنين من دلوقتي اليوم الدين هعيش ليها. بلادي الحلوة بتنادي تعالوا في حضني يا ولادي، وأنا بصفتي مواطن فيها شرف ليا إني أحميها.